بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله خاتم النبيين وإمام المرسلين. أعزائي المشاهدين الكرام، فيديو جديد. وصفتنا اليوم دجاج محمر على الطريقة المغربية. أولا نغسل الدجاج بالليمون والملح والدقيق، ننظفه مظبوط ونغسله بالخل للمرة الثانية، وبعدين نشطفه بالموية ونحطه على جنب. في قدر نحط بصل، ثوم، ونزيد عليها توابل: فلفل أسود، كمون، كزبرة ناشفة، ونزيد كمان كركم، كزبرة مقدونس مطحون، ونخلط الكل. ونزيد الدجاجة وندخل فيها كل المقادير. نحشي الدجاج بالبهارات وندخلها في جوة الدجاج، ونخلي الدجاجة تتشرب التوابل مظبوط 10 دقايق. ونزيد عليه طماطم مطحونة، ملح، زعفران حر، نحطه على النار ونزيد عليه موية، شوية ملح، شوية ليمون أو ما يسمى بلب المصير باللهجة المغربية، ونخليه ينطبخ على النار لمدة نص ساعة. وبعدين ناخد شوكة نغرزه بشوكة علشان ينطبخ مظبوط. بعد مرور نص ساعة نشيل الدجاج ونخلي المرقة تستوي علشان نقليه في الزيت. بعد ما قلينا البطاطس نقلي الدجاج كمان، وبعد ما نخلص نرتبه في صحن التقديم مرفوق بالبطاطس المقلية وزيتون أخضر. وها هو الدجاج المحمر، وبألف صحة وعافية.